يا دولة الإسلام يا دولة الإقدام يا دولة الإسلام نورت الدنيا بجحافل التوحيد في التربات. الإخلاص والجماعة الجماعة والثبات الثبات والحذر الحذر والدعاء الدعاء والتوكل التوكل يا جماعة. بث ناشطون صورا على الانترنت لعملية إعدام جماعي نفذها مسلحون من جنسيات مختلفة في نحو 10 مدنيين بينهم طفل في ريف حلب. وذكرت مواقع إخبارية للمعارضة السورية أن عناصر من تنظيم دولة العراق والشام ارتكبوا هذه المجزرة في قرية خانات عسان بريف حلب الجنوبي قبل 4 أشهر. وتمتنع الجزيرة عن بث الصور كاملة لقسوتها والتزاما منها بميثاق الشرف المهني. Кто там? Чей телефон? Тихо, рикошеты, братья. Ханала. Так будет с каждым, кто помогает куфру против ислама, иншаллах. А то нет. Это ублюдина еще живой. Убивайте, братья. ووفقا لمواقع المعارضة فإن عناصر تنظيم الدولة كانوا قد حكموا بالإعدام على القتلى نظرا لبقائهم في قريتهم أثناء اقتحام قوات النظام لها، فيما لا يزال عدد ممن اعتقلهم التنظيم في تلك القرية مفقودين حتى اليوم. وقد طبقت الجزيرة قواعدها المهنية والأخلاقية في طريقة بثها لهذه الصور. انضم إلينا من الكويت المستشار خالد شبيب رئيس الهيئة العامة لحقوق الإنسان ومدير المعهد العالي للقضاء. سيد الشبيب، أولا هل توفرت لديكم معلومات عما جرى بالضبط في هذه المنطقة، منطقة خانات عسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد، لكن اسمحي لي أن أقول أن الحرب التي يقوم بها بشار هي حرب ضد الشعب السوري كاملا. نيرون يحرق سوريا كما نيرون حرق روما. الفيديو طبعا من الشهر العاشر من الشهر الأول 2013 كان موجود، ونحن محتفظ لدينا بسيرفر خاص الهيئة العامة لحقوق الإنسان، ثم بث من حوالي شهرين والآن يبث بشكل أيضا سريع. هذا الفيديو حصل في قرية عين عسان في مزرعة حدادين. القتلة يتكلمون اللغة الروسية. طبعا عندما عرض للمرة الأولى مرتزقة يقتلون الشعب السوري. هذه من جرائم النظام نحن نقول، ومن جرائم عصابات تابعة للنظام يريدون أن يسيئوا للثوار ويريدون أن يسيئوا للجيش الحر. بالتأكيد نحن كهيئة حقوق إنسان نفرغ الفيديو ونتأكد ونحن مسيرنا لعرض هذه شبيب، المعارضة السورية على المحاكم تقول الدولية أن تنظيم الدولة في العراق والشام هو من نفذ عملية القتل الجماعية التي شاهدناها. المعارضة السورية ليست ليس فصيل واحد. قسم من المعارضة السورية قال تنظيم داعش. نحن لا نبرئ لا داعش ولا غير داعش، نحن حياديون. نقول فيما يثبت هذا الفيديو أنه إلى فصيل معين، فإننا نقول بدون أدنى حرج من ذلك. لكن هذا عرض بالشهر الأول من 2013، ثم عرض من شهرين والآن يعرض. لكن هذا عرض بالشهر الأول من 2013، ثم عرض من شهرين والآن يعرض. لكن هذا عرض بالشهر الأول من 2013، ثم عرض من شهرين والآن يعرض. لا نبرئ. غالبا يكون النظام أو أحد الفصائل التابعة للنظام تريد أن تشوه الثورة وتعطي أيضا
بالتالي النظام المجرم من حوالي أيضا 3 أشهر وضع شعارات تظهر أنها للدولة، وذبح شاب عمره 17 سنة في ريف إدلب، ذبح يعني بالسيف. النظام المجرم من حوالي أيضا 3 أشهر وضع شعارات تظهر أنها للدولة، وذبح شاب عمره 17 سنة في ريف إدلب، ذبح يعني بالسيف. النظام المجرم من حوالي أيضا 3 أشهر وضع شعارات تظهر أنها للدولة، وذبح شاب عمره 17 سنة في ريف إدلب، ذبح يعني بالسيف. النظام اخترع أيضا سيارات مكتوب عليها الجيش الحر ويرتكب جرائم أخرى. النظام اخترع أيضا سيارات مكتوب عليها الجيش الحر ويرتكب جرائم أخرى. هذه الجرائم جرائم ترتكب ضد الإنسانية، سواء كانت من النظام أو من داعش أو من أي فصيل آخر. الذي أستغربه أننا نحن تقدمنا بقضايا وبدعاوى حتى للأمم المتحدة من أجل ملاحقة هذا النظام بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. أنت أجبت على سؤال كنت سأطرحه عليك سيد خالد شبيب عن نيتكم في ملاحقة المجرمين قضائيا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الكويت.